النهاردة هنعمل وصفة لذيذة وخفيفة وبديل ممتاز للرز، تنفع طبق رئيسي وتنفع كمان لو عايزينها جنب أي أصناف تانية. هنعمل لسان عصفور باللحمة، كريمي وخفيف وطعمه خطير، بياخد تقريبا 10 دقايق وفي حلة واحدة. تقدروا كمان تغيروا في الوصفة زي ما تحبوا، تستخدموا فراخ أو تعملوه بالخضار بس. وصفة سريعة ولذيذة هتحبوها جدا. أنا نسمة يسري ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوها انزلوا اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه ويلا بينا نبدأ على طول. هنحتاج معلقتين زيت. هننزل لسان العصفور ونقلب لحد ما كله ياخد لون زي بعضه. مش عايزينه غامق قوي، اللون ده كويس جدا. نرفعه بقى من على النار ونحطه على جنب. في نفس الطاسة هننزل معلقتين كبار زبدة، معلقة زيت، وهنحتاج بقى نص كيلو لحمة مكعبات صغيرة بالحجم ده عشان تستوي كويس معانا. ممكن كمان تستخدموا لحمة مفرومة لو تحبوا، ممكن تستبدلوها أصلا بفراخ. هننزلها بقى على دفعات مش مرة واحدة عشان تاخد لون كويس وما تنزلش مية. ده اللون اللي احنا عايزينه. أول ما توصل للون ده هنبتدي نقلب ونكمل باقي الكمية بقى لحد ما نخلصها كلها. هنرش عليها بقى نص معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة فلفل أسود، ونص معلقة بهار مشكل. بعد كده هنحتاج بصلة مفرومة ناعم، واحدة فلفل أحمر بارد متقطعة مكعبات صغيرة، معلقة كبيرة صلصة، هنحتاج بقى لتر شوربة متدوب فيهم مكعب مرقة. هنقلب كويس، وأول ما يغلي هنوطي النار لحد ما اللحمة تستوي. بعد كده هننزل بقى لسان العصفور. هنقلبهم كويس قوي. بعد كده هنضيف كوباية مية. هنوطي النار وكل شوية هنقلب. قبل ما تتشرب كل السوائل اللي فيها هنزود بقى معلقتين قشطة أو كريمة اللي عندكم. كده خلاص اتشرب كل السوائل اللي فيه واستوى، وهو ده اللي احنا عايزينه. هنقدمه بقى. انا زودت عليه لوز محمص بيديله طعم لذيذ جدا، بس دي حاجة اختيارية براحتكم. رشة بقدونس. مش قادرة اقول لكم طعمه جميل ازاي، لونه وريحته تجنن، طعمه لذيذ جدا ونقدر نستعمله بديل للرز لو مش متوفر. تقدروا كمان تغيروا فيه زي ما تحبوا، تستخدموا الفراخ، تعملوه بالخضار. شايفين ازاي مستوي كويس ومفلفل، مش ملزق في بعضه ولا معجن ولا اي حاجة. وصفة لذيذة، اتمنى ان انتوا تجربوها. بس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي.